اللقطة اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي دي لقطة من داخل إدارة نادي الزمالك من واحد اسمه باسم الشاذلي شغال في العلاقات العامة في نادي الزمالك. بعد فوز فريق شباب النادي الأهلي على شباب نادي الزمالك 3-2 في كأس مصر، لعيبة النادي الأهلي خرجت وبتحتفل في أوضة اللبس عادي، مفيش أي حاجة. طلع باسم الشاذلي قعد يسب الدين واقفلوا الباب، ولما حد من لعيبة النادي الأهلي يجي يبقوا افتحوا ودخلوه. بص، عشان الصفه اللي انتوا بتشربوا منها دي جامده جدا اقسم بالله، هيطلع علينا واحد يقول لك ايه؟ اصله بيسيب الدين للباب. طيب ما بيسيبش الدين للاعيبه النادي الاهلي، بيسيب الدين للباب يا سيدي، هطوعك وهمشي معاك. طيب ليه القلعه دلوقتي لما بقت اكبر قلعه رياضيه في مصر بقت سب الدين عندها عادي، ولما كانت لابسه كنتوا كلكم شيوخ ودلوقتي رقصات؟ حضرنا هنا موقف يا جماعه بتاع سب دين حسين الشحات، وطبعا كان مخطئ ولازم يتهاجم اعلاميا، وكان معاهم الحق كزملكاويه واهلاويه ان ده مخطئ ويتحاسب في سب الدين. طيب هل فيكم ذكر النهارده هيطلع يتكلم ويظهر علينا اعلاميا ويتكلم في حته زي دي وسب الدين ده من داخل النادي بتاعك للباب مش للاعيبه الاهلي؟ ولا انتوا ما عادش عندكم الكره؟